شاهد بالفيديو لحظة القبض على قاتل عريس نجران، والشرطة السعودية تكشف السبب الحقيقي وراء الحادثة سيصدمكم. أعلنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية بمنطقة نجران عن تمكنها في وقت قياسي من القبض على كافة المتهمين المتورطين في حادثة قتل عريس نجران الشاب السعودي راشد ابن سعيد المدران، والتي أثارت مقاطعها المرئية المتداولة صدمة واسعة في الأوساط المجتمعية، مشيرة في بيان رسمي إلى أن الجريمة وقعت نتيجة خلاف أسري، حيث باشرت السلطات الواقعة في حينها وجري إيقاف الجنات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة لنيل جزاءهم العادل. أكد الأمن العام السعودي في بيانه الرسمي الصادر أن الحادثة تعود في أصلها إلى خلاف أسري تطور بشكل متسارع ومؤسف ليؤدي إلى هذه النهاية المأساوية. وكان الأمن العام قد أصدر بيانا بشأن الحادث جاء فيه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لحادثة قتل شخص في منطقة نجران لخلاف أسري، فإن الجهات الأمنية بالمنطقة باشرت الواقعة وقبضت على المتهمين فيها كافة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. في استجابة سريعة تعكس كفاءة المنظومة الأمنية في المملكة العربية السعودية، أعلن الأمن العام عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تويتر سابقا أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هوية كافة المتورطين في الجريمة، وأوضح البيان إنه قد تم القبض على المتهمين كافة ولم يفلت أي طرف شارك في هذه الحادثة من قبضة العدالة وإيقاف الجنات، وتم إيداعهم التوقيف تمهيدا لاستكمال التحقيقات والإحالة للنيابة العامة، واتخذت كافة الإجراءات النظامية بحقهم، وجري نقل ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القضائية وتقديمها للمحاكمة. تأتي هذه التحركات الأمنية الحازمة بعد أن ضجت منصات التواصل الاجتماعي بوسم مغدور نجران الذي كشف عن تفاصيل مؤلمة لجريمة بشعة حولت ليلة زفاف شاب في مقتبل العمر إلى مأساة دامية، حيث لقي العريس حتفه غدرا في ليلة فرحه وأمام أنظار زوجته، سواء كان ذلك عن طريق الطعن أو إطلاق النار، وفقا للروايات المتداولة التي لم تحدد الأداء بشكل قاطع، لكنها أجمعت على وحشية المشهد ودمويته. ومن الناحية القانونية فإن القضاء السعودي يتعامل بصرامة شديدة مع قضايا القتل العمد، خاصة تلك التي تقترن بسبق الإصرار أو ترويع الآمنين، حيث تصل العقوبات في مثل هذه الحالات إلى القصاص تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المراعية في المملكة العربية السعودية. كشفت المعلومات المتداولة عن خلفيات اجتماعية معقدة سبقت الجريمة تعود إلى ما يعرف بعادة التحجير أو القرعة القبلية، حيث كان المغدور قد تقدم لخطبة فتاة من المنطقة، إلا أنه اصطدم في البداية بمعارضة أبناء عمها الذين منعوا إتمام الزواج بداعي الأحقية القبلية، ليستمر هذا الوضع المعلق لمدة 6 أشهر تقريبا قبل أن يعود ذوي الفتاة ويبلغ الخاطب بتراجع عيال العم عن رغبتهم، طالبين منه إكمال مراسم الخطوبة وعقد القران. وبينما كانت الأسرتان تحتفلان بالزواج الرسمي
وفي غمرة الفرح الذي انتظروا العريس طويلا، امتدت يد الغدر لتنهي حياته بدم بارد في لحظات صادمة، ما أثار موجة عبور واسعة من الغضب والاستنكار في الشارع السعودي، الذي طالب بنبذ هذه العادات الجاهلية التي تزهق الأرواح وتهدد السلم المجتمعي، مشيدين في الوقت ذاته بسرعة استجابة رجال الأمن الذين قطعوا الطريق على أي تداعيات، وأكدوا أن العدالة ستأخذ مجراها للقصاص من القتلة. ضجت منصة إكس بوسم هاشتاج يحمل اسم الضحية، حيث عبر آلاف المغردين عن صدمتهم من وقوع مثل هذه الجرائم الناتجة عن خلافات عائلية يمكن حلها بالطرق السلمية أو القانونية. وأشاد المواطنون والمقيمون باليقظة الأمنية، مشددين على أن الضرب بيد من حديد هو السبيل الوحيد لردع كل من تسول له نفسه العبث بالأرواح أو الأمن العام، وتحويل الخلافات الشخصية إلى جرائم جنائية. تفتح هذه الحادثة الباب مجددا أمام نقاشات اجتماعية حول خطورة الخلافات الأسرية، إذ لم يتم احتوائها من قبل العقلاء أو عبر الجهات المختصة مثل مراكز التنمية الأسرية. كشف الكاتب والباحث الأمني فهد الفراج تفاصيل بشأن جريمة القتل المأساوية التي شهدتها منطقة نجران، والتي ذهب ضحيتها شاب في مقتبل عمره على يد أبناء عم زوجته، واصفا الواقعة بالجريمة البشعة التي تعكس إصرار البعض على ممارسات عادات بائدة تخالف الشرع والقانون. وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة إكس تويتر سابقا، استعرض الفراج تفاصيل الجريمة المتداولة، مشيرا إلى أن الدافع إن صحت الروايات يعود لعادة قديمة، وهي الحجر على ابنة العم، حيث يجبر أبناء العم الفتاة على عدم الزواج من خارج العائلة. وتساءل الفراج مستنكرا كيف لكائن من كان أن يتحكم بمصير فتاة ويجبرها ويجبر أهلها على الزواج منه، وإذا رفضوا ذلك يقدم على قتل من أصبح عريسا لها جهارا نهارا. وأشار الكاتب إلى نقطة جوهرية في القصة، أن أهل الفتاة تواصلوا مع الشاب المغدور وأفادوا بتوصلهم لتفاهم مع أبناء العم ليتم عقد القران، لكن الغدر كان بانتظاره في اليوم الثاني من زواجه، وتم قتله أمام زوجته أثناء خروجهما من منزل أهلها. وانتقد الفراج المنطق العبثي للجنات، مؤكدا أن هذه الجريمة لن تحقق مآربهم، قائلا ما هي الفائدة التي تعود عليه وعلى من ساعده، فلن يتزوج ابنة عمه، بل سوف تقتص العدالة منهم ويلقون جزاءهم الرادع. كما وجه الكاتب نصيحة قانونية واجتماعية، مشددا على أنه حتى في حال وجود رغبة لدى الفتاة وأبناء عمومتها بالزواج ورفض الأهل لذلك، فإن القضاء هو الفصل، حيث يمكن رفع دعوى قضائية بدلا من سفك الدماء، معتبرا أن الزواج في أصله يقوم على القبول لا الإكراه.